ويا أهلا وسهلا بمشاهدينا الأعزاء. اليوم بدنا نعمل نحن وياكم براوني بالبطاطا الحلوة. يعني بين البراوني وبين الكيك هيدي بتسائب انه هي كتير وصفة طيبة، وايضا هيدي الوصفة رح تكون شوي اسفنجية. اوكي، تابعوا معي هيدي الوصفة لتشوفوا. طبعا هاي الوصفة فيكم تعملوها جلوتين فري، رح قلكم كيف. هلا عندي هون 100 جرام من الشوكولا الأسود، بدي أضيف فوقهم ربع كوب من الزبدة الحيواني وربع كوب من الزيت النباتي، وبدي ارجع ضيف لإلهم تقريبا ملعقتين طعام من الكاكاو البودرة، وبدي احركهم طبعا فوق هيدا الحمام الماء لحتى لي يدوبوا عندي. مثل ما عم تشوفوا صاروا عندي دايبين وجاهزين. طبعا هلا بدي ارفعهم وشيلهم على حدا. عندي حبة بطاطا حلوة، شويتها، فيكن تحطوها 5 دقايق بالميكرويف بيمشي الحال. نفتحها بالنص وبدنا نشيل القالب تبعها. طبعا رح نشيل القالب تبعها ونحطه لنعمل هيدي البراوني. هلا اذا بدكم الوصفة جلوتين فري، انا رجعت حطيت طحين. فيكن تستغنوا عن الطحين ولكن تذوب له كمية البطاطا اللي استعملناها بهيدي الوصفة. يعني حطوا راسين بهيدا الحجم بدون طحين. عندي هون تلت كوب من السكر فوق البطاطا من بعد ما حركناها، وبيضة بحرارة الغرفة، وبدي احط لها اكيد تقريبا ملعقة شاي من الفانيليا السائلة، وبدي احركهم بشكل منيح. هلأ من بعد ما حركناهم بشكل منيح بدي ارجع بعدين ضيف البيضة التانية كمان بحرارة الغرفة، وبدي احركها معهم بشكل جيد. طبعا اذا عم بستعمل راسين من البطاطا رح يطلع عندي الخليط اسمك بشوي، وهون اذا ما بدي استعمل طحين. اوكي، هلا بدي اضيف كمية الشوكولا من بعد ما فتر شوي عندي فوق هيدا الخليط، وبدي ارجع احركهم شوي لا يختلطوا بشكل جيد. هلا بدي ارجع هون اضيف ربع كوب من الطحين وربع ملعقة شاي من بيكربونات الصوديوم. اذا ما بدي اضيف طحين وضفت البطاطا لازم ضيف بيكربونات الصوديوم اللي هي ربع ملعقة شاي. بتعطي خفة لهيدي البراوني. هلأ بدي احركهم شوي مش كتير بس ليمتزجوا. بضفلن عندي جوز، تقريبا شي 3 ملاعق طعام جوز مكسور، وبخلطه معهم وبيكون عندي جاهز. عندي هيدي الصينية المربعة، تقريبا هيدي الصينية 22 ب 22 سنتي. بحط هيدا الخليط بقلبها وبدي دخله على فرن محمى مسبقا درجة الحرارة 180 سلسيوس لمدة 20 دقيقة، وبيكون عندي هيدا البراوني جاهز. طبعا ممكن تاخد اقل وقت، بدي اتفقدها بس حط عود كردون بتأكد انه ناشف فبتكون جاهزة. هلأ بدي اقطعها بشكل مربع، ومثل ما حبينا نذكركم انه هيدي منا البراوني اللي بتجي كتير كمية الشوكولا فيها كبيرة. بتجي بين البراوني الجوسي الرطبة والاسفنجية، لانه فيها البطاطا الحلوة. كتير كتير طيبة، وخاصة بس تعتق لتاني نهار بتصير اطيب واطيب. شير ولايك لهذا الفيديو، والى اللقاء.